مشاهدي ومتابعي المصريون في كل مكان، مع حضراتكم هند فاروق في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة. متابعينا احنا امام مشرحة مستشفى دمنهور، حيث تم عرض جثة ام وطفلها على الطب الشرعي بعد واقعة مؤسفة قرية الناصر بشمال التحرير بمركز أبو المطامير. شهدت واقعة مؤسفة أقدمت أم على خنق طفلها حتى نفض أنفاسه الأخيرة، وقامت بعد ذلك بقطع شرايينها. الأم كانت بتمر بظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية وتركها مسكن الزوجية. تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من أهالي قرية الناصر يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهم، أو يعني داخل منزل أهل السيدة. انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وجود جثة الأم وطفلها داخل المنزل. وكشفت التحريات الأولية إن الأم المتوفية كانت بتمر بظروف نفسية سيئة بعد ما تركت منزل زوجها في الصعيد بسبب الخلافات الزوجية. ولمرورها بأزمة نفسية وبظروف نفسية سيئة خنقت طفلها اللي عمره سنوات، ثم أقدمت بعد ذلك على الانتحار بقطع شرايين يدها. شقيقة المتوفية ذكرت انها كانت ترغب في العودة لمنزل الزوجية، كانت بتتمنى انها تعيش حياة أسرية مستقرة. اللي انت بتعيشي دبانة ولا ايه؟ وبسبب رفض زوجها عودتها أصيبت بحالة نفسية سيئة. وبحسب ما عرفنا من جيران الأم المتوفية كانت متزوجة في الصعيد وتركت منزل الزوجية، وكانت مقيمة عند أهلها في قرية الناصر شمال التحرير بمركز أبو المطامير. وده يعني بسبب الخلافات الزوجية. واتصل بيها الزوج وطلب منها ابنه، أو بلغها إنه عايز ابنه، وده أثر على نفسيتها سلبا، أو يعني مكالمة الزوج أثرت على نفسيتها سلبا. وبعد ما تناولت
الأم الإفطار أمس مع شقيقتها، وذهبت شقيقتها لعملها. أقدمت الأم على خنق ابنها الطفل وقطعت شرايينها بعد ذلك. يعني واقعة مؤسفة جدا وحالة حزن كبيرة جدا بتسيطر على الأهالي في قرية الناصر شمال التحرير بعد انتشار خبر وفاة الأم وطفلها. تابعينا. يعني زي ما قلنا لحضراتكم، أقدمت أم على قتل ابنها البالغ من العمر سنوات بعد أن خنقته بيدها بسبب تعرضها لظروف سيئة ولخلافات زوجية. تابعينا، بنشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء. تابعينا. يعني زي ما قلنا لحضراتكم، أقدمت أم على قتل ابنها البالغ من العمر سنوات بعد أن خنقته بيدها بسبب تعرضها لظروف سيئة ولخلافات زوجية.